ازيكم يا سكريات. بسم الله الرحمن الرحيم. قبل ما نبتدي الوصفة بتاعتنا بنذكر ربنا سبحانه وتعالى علشان يرضى علينا في الدنيا وفي الآخرة. اللهم ارزقنا إجابة الدعاء وصلاح الحال للأهل والأبناء والأعمال والمال وبركة العطاء. اللهم ارزقنا جميعا الستر والرضا والصحة وراحة البال إن شاء الله، أنا وأنتم وأولادنا طبعا وأحبابنا وكل من له الحق علينا. آمين آمين آمين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. احنا بقى النهاردة هنعمل طريقة عمل المنين بالعجوة. طبعا أنا جبت البلح اللي هو بتاع العجوة وفصصته من النوى وهرسته بشوية مية وسمنة، لازم معلقة سمنة عليه عشان ما ينشفش، وعلى البوتاجاز وتقعدي تدعكي فيه لحد لما يطرى خالص. المفروض الوصفة دي كنت عملتها لكم بس أكيد انتوا عارفينها. وهنجيب دقيق حوالي، أنا دلوقتي انت الوصفة اللي انت الكمية اللي انت عايزاها بتجيبيها. أنا هعمل الوصفة دي على كيلو إلا ربع دقيق أهو منخول، لازم يتنخل طبعا أهو بننخله. وهنجيب كمان معلقة سمسم، معلقتين سمسم، 3 10 اللي انت عايزاه طبعا حسب كمية السمسم اللي انت بتحبيها. وهنجيب معلقة ينسون مجروش، ومعلقة سكر ناعم او خشن مفيش مشكلة، ومعلقة حليب بودر ده عشان يعزز الطعم. وكمان هنحتاج معلقة خميرة، وهنحتاج سمنة يعني في حدود كوباية الا ربع سمنة على زيت. دي كل المكونات بتاعتنا، وهنبتدي بقى ابتدي انخل الدقيق ونعمل الوصفة بتاعتنا. كده بقى بعد ما نخلت الدقيق هبتدي انزل بالمكونات الجافة اللي هي السمسم واليانسون اللي هو المجروش او اللي هو نص ضربة يعني مش خشن شوية، ومعلقة السكر سواء ناعم او خشن مش مشكلة اهو كده. وهنحط معلقة الحليب البودرة. طبعا الكميات بصوا، هي الكميات دي مش بمقدار معين، انت عايزه تحطي تزودي السمسم زوديه، عايزه تزودي اليانسون زوديه، فما لهاش مقدار معين. عشان كده انا مش بقول لكم على مقادير معينه، انا قلت لكم على كميه الدقيق اللي هو انا بعمل كيلو الا ربع، والكميه دي اللي انا بحطها كيلو الا ربع. عايزه تزودي انت مفيش مشاكل. هبتدي بقى اقلب كل المكونات. ايه ده، انت بتطير ولا ايه؟ دي بيطير يا جماعه اهو كده. وهحط نص كوباية زيت او ربع كوباية زيت زي ما يعجبك اهو. انت عايز تزودي الزيت زوديه، عايز تزودي السمنة زوديها، عشان كده بقول لكم من غير مقادير. ده انا نسيت احط الخميرة، شفتوا؟ مفيش مشكلة، كل لما اشوفكم بتلخم. ومعلقة خميرة صغيرة اهو. الحمد لله انا لحقتها قبل ما اعجن. وهحط بقى طيب ماشي، وقع براحتك. وهبتدي بقى احط السمنة اهو. وهبتدي بقى اهرس ادعك او ابس المكونات دي كلها اهو كده، تبسيها لحد لما تبقى عامله زي الرمله كده. بصوا تبسيها كده يعني تدعكيها كده، عشان في ناس ما تعرفش يعني ايه تبسيها، ممكن يكونوا ناس من بلد تانية فمش عارفين يعني ايه تبسيها، فبسيها اتعلموا بقى اللغه اتعلمت اللغه اهو كده. نبسها كده علشان كل حبة دقيق تشرب من السمنة وشوية الزيت اللي احنا حاطينها اهو. بصوا شايفين اهو بيشربوا، انا مش عارفة باين يعني شايفينه كده كويس ولا ايه اهو. خلاص يا حبيباتي عرفتوا يعني ايه تبسيها، بسيناها اهو كويس. والدقيق اللي هو شكله او اللي اسمه ايه الدقيق شكله اتغير، لونه اتغير عشان خدت السمنه والزيت. وابتدي بقى انزل بشويه ميه دافيين حبه حبه، ما تنزليش بكميه دقيق ميه كتير عشان ما تضطريش ان انت تزودي ايه دقيق اهو. وهعجنها
اهي اتعجنت بقى. اعجن 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 اعجن، لم لحد لما تلم معاكي العجينه كده. انا قلت لك ما تحطيش الميه مره واحده، والميه بتكون دافيه. اهي بقى كده، واسيبها ايه تاخد راحتها وتخمر. اغطيها طبعا واسيبها تاخد راحتها وتخمر. بصوا بقى، بسم الله ما شاء الله، خمرت اهي. شايفين الخميره عامله ازاي؟ بصوا طبعا غير لما انا كنت حاطاها قبل الخميره. نبتدي بقى ناخد منها، بسم الله الرحمن الرحيم. هناخد منها بقى الحجم اللي انتوا عايزينه. الاول هنجيب شويه سمسم كده وهنبلهم بمعلقه ميه، مش كتير، ما تحطيش ميه كتير بقى، ها تغرفيش يعني. وهقلبهم كويس كده. ليه بقى انا بحط الميه دي؟ هقول لكم، بس اصبروا اصبروا عليا عشان انا ايه بحب اركز في الحاجه اللي انا بعملها. اهو كده نبلهم شويه ميه كده على خفيف اهو، زي ما بعمل في البقسماط. لو شفتوا فيديو البقسماط هتلاقوني برضو بليت السمسم كده اهو. هاخد بقى الحته اللي انا على قد ما انا هعمل المنينايه اهو كده. شوفي العجينه لازم تكون حلوه كده، ما تكونش ناشفه. واحط حته العجوه، عايزه تكتري بقى كتري، عايزه تقللي قللي، دي حاجه براحتك اهو. انا بحب العجوه، الحاجه المحشيه بحبها مليانه بصراحه. واعمل كده اهو، اكور 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 عشان خاطر تندمج كلها، ما يبقاش فيها فتحه، الفتحه ما تبقاش عارفه طريقها. واروح على اهو كده، اعملها كده بالمعلقه اهو كده، وهتبقى كده اهو. شايفين؟ بصين بصين. بصوا يا سكرياتي اهو، يا سكر انتي وهي اهو. شايفين بقى الحجم ده كده؟ اعمل كمان واحده معاكم اهو. ناخد حته عجينه اي حجم انت او اي شكل كمان، مش اي حجم، اي شكل انت عايزه تعمليه بتعمليه، واي حجم انت عايزه تعمليه برضو تعمليه، وتقفلي بقى كويس كده. اهم حاجه تقفلي كويس علشان العجينه ما تخرجش اهو كده. يلا بينا اهو. دور دور دور، كور كور كور، حط في السمسم، حط في السمسم اهو اهو اهو. دوس 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 الناحيه التانية اهو اهي. غرقناها كلها بالسمسم اهو. هكمل بقى كل العجينه كلها. بصوا بقى يا سكرياتي، انا خلصت واحده صينيه، وفي كمان في حاجه حشوه كمان ممكن نعملها. يعني بتجيبي حته كده صغنونه او بالحجم زي ما قلت لك اللي انت عايزاه. انا بحبها تبقى صغنونه كده، واعملها كده. وممكن تحط عليها شويه سكر صغنطتين كده، بتبقى من جوه الحشوه حلوه قوي قوي اهو كده. ونقفل قفل قفل اهو. لم 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 لم، دور كور 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 كده اهو. بعدين نحطها فين؟ برضو في شوية السمسم بتوعنا اهي. خلاص اكمل بقى. خلصت بقى اهو، طلع معايا 4 صواني من الحجم ده، وحطيت في الفرن، وهنستنى لما يطلع ونشوف شكله عامل ازاي يا سكراتي. اهو بقى كده بعد ما طلع من الفرن، تعالوا بقى نشوفه من جوه شكله عامل ازاي. بس هو سخن خلي بالكم، انا هقطعه كده عشان مش هقدر اقطعه بايدي لانه سخن. دي بالعجوه، بسم الله. شايفين عامل ازاي؟ بصوا اهو. طبعا طعمه يعني تحفه، جربوا بقى وشوفوا كده. بصوا اهو، يعني سخن سخن سخن. دي بقى اللي بالسكر، نشوف بقى من جوه برضو عامله ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم. شوفوا اهو السكر ساح من جوه. بصوا بقى عامل ازاي. يا رب بقى تكون الوصفه عجبتكم، وتكونوا حلوين وشاطرين، وتعملوا لايكات واشتراكات اللي بتشوفوا الفيديو اول مره. وحبايبي بقى اللي هم المتابعين القدام بتوعي، ما تنسوش بقى ايه لايكات وكومنتات والحاجات الحلوه بتاعتكم. يلا شكرا.